السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يا بنات عاملين جولة مع بعض في اللبس الاطفالي عشان لبس العيد زي ما طلبتم مني. النهاردة انا جايبه لكم الاستندات دي. بصوا الناس دي واقفين على طول في الوكالة. اي يوم هتنزلي فيه هتلاقي الناس دي واقفة، وانا هنا كنت مصورة لكم يوم الجمعة. بصوا الحاجات دي كانت موجودة في الوكالة عند مستشفى الجلاء التعليمي. هتنزلي من محطة جمال عبد الناصر وهتعدي الناحية التانية عند صيدلية الإسعاف كده، وهتخرجي على مستشفى الجلاء التعليمي. هتعدي تحت كوبري 6 أكتوبر وهتعدي الناحية التانية، هتلاقي يافطة كبيرة جدا مكتوب عليها مستشفى الجلاء التعليمي. هتلاقي الاستندات الأطفالي دي موجودة ب35 جنيه. زي ما انتم شايفين يا بنات في تنوع كبير جدا في اللبس، اولادي وبناتي، وكمان موجود جميع الاعمار. هتلاقي من اول سنة لغاية 13 و14 سنة. هتلاقي حاجات كتيرة شكلها حلو، وهتلاقي حاجات كتيرة ما تتشافش. يعني الوكالة عايزة منك انك تركزي ويكون عندك طاقة كده وانتي بتدوري. وطبعا عشان احنا في رمضان هما بيفتحوا على الساعة 8 او 9 كده، تقدري انك تروحي بدري عشان تخلصي يومك بدري قبل ما تخلص طاقتك وتنزلي لهم وتبقي تعبانة جدا وانتي بتدوري. اما المحلات يا بنات فهي بتفتح الساعة 11. فانتي لو انتي بقى ناوية ان انتي تدخلي المحلات زي دلع رجلك وزي 26 يوليو وبوابة الوكالة والمحلات كتيرة اللي احنا عارفينها في شارع 26 يوليو، فدي بتفتح الساعة 10 والساعة 11. خلي بالكم يا بنات، بس طبعا زي ما قلتلكم ان الاريح والاحسن ليكي في رمضان انك تنزلي بدري، لان الاستندات بتبقى لسه ببركتها قبل ما اي حد يدور فيها وياخد الحاجة. وزي ما انتوا عارفين طبعا الوكالة بتبقى فيها مليون ستاند، بس هو ستاند واحد ولا 2 ولا 3 اللي هتلاقي فيهم حاجات كويسة، والباقي يعني مش قوي. من الاستندات الحلوة اللي عجبتني في الوكالة لبس الأطفالي هنا عند مستشفى الجلاء التعليمي. هتلاقوا الستاند ده بصوا 35 جنيه، تشكيلة كبيرة بقى. هتلاقي شميزات وعلى تيشيرتات قطن على بناطيل جينز على شورتات جينز ألوان، حاجة كده واو يا بنات. بصوا فستان زي ده كمان الازرق ده بصراحة ما يتفوتش. بصوا الشميز ده من ريد تيج، وبصي مقاسه كبير على بنطلون جينز كده ايس ولا كحل للولاد. يا سلام يعني على الشياكة والاناقة. لبس العيد هنا في الوكالة كل اللي مستخبي فعلا بان يا بنات. حاجات جميلة جدا شكلها حلو ب35 جنيه بس، يعني حاجة كده ماركات. بصوا كل ده موجود في الستاند. بصوا هنا اهو الشورتات دي موجودة والوان وشكلها حلو. ممكن تجيبي بقى الشميزات او القمصان اللي هي بتاعت ريد تاج دي على الشورتات دي، تحفة تحفة. بصوا ده كمان خطير، يتغسل بس ويتكوي. يا سلام يعني على الشياكة والاناقة. بصوا ده كمان كان ليجن كده حلو قوي احمر كده. ده كان لبس مثلا 2 3. بصوا شكله جديد خالص، بوريهولكم وبقرب الكاميرا عشان تبقوا شايفينه. ما تنسونيش يا بنات في اللايك واشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وما تنسوش ان اللايك بتاعكم ده اللي بيرفع الفيديو، خلي عدد كبير من البنات يشوف الفيديو ويستفادوا. بصوا الشورت ده كمان ولا البنطلون ده شكله حلو قوي ب35 جنيه. شايفين انا اهو قدام الفرن بتاع 5 ستارز وعند مستشفى الجلاء التعليمي. بوريكم علامة مميزة للمكان عشان تبقوا عارفين يا بنات احنا واقفين فين بالظبط وتروحوا للاستندات دي. الاستندات دي ما بتعلاش عن كده، هو ده سعرها 35 جنيه. وهتلاقوا تشكيلة كبيرة جدا من اللبس الأطفالي. ده كده عند علي واقف على طول كل يوم وبينزل شغل يوم الجمعة ويوم الحد. ممكن تلاقي الاستندات عنده وصلت ب20 جنيه كمان، لأنكم عارفين ان يوم الحد يا بنات بيبقى سوق الحد في الوكالة، ويبقى سوق اللي هو فيه اللي هو أدوات المطبخ والكوتشيات والشنط والحاجات اللي انتوا عارفينها والستاير والسجاد. وياما عملت فيديوهات في سوق الحد في الوكالة، ارجعوا لها لو انتوا عايزين تتعرفوا على سوق الحد في الوكالة شكله عامل ازاي. فبيبقى اللبس والهدوم عامة بيبقى رخيص، يعني بيبقى بادئ فعلا 20 جنيه ولا حاجة. عجبني كمان الشورت الجينز ده، بس كان فيه بقعة وزي ما قلتلكم يا بنات
لو انتوا متأكدين ان البقع اللي في الشورت او بنطلون او تيشيرت من اللي انتوا شايفينه في اللبس عامة، يعني انتوا متأكدين ان هي البقعة دي هتطلع بفانيش او كلوركس الوان او كده، خدوها. لو مش متأكدين سيبوها، لانكم هتلاقوا مليون قطعة تانية ممكن تعجبكم وتندموا ان انتوا جبتوا حاجة معرفتوش تطلعوا البقعة. يعني حرام المجهود اللي انتوا هتعملوه في الوكالة محتاجة فعلا مجهود كبير. موضوع فعلا مش بيبقى سهل كده ان انتي تنزلي وتضحي بالفلوس وتضحي بوقتك انك تجيبي حاجة معيوبة ما تعرفيش تلبسيها. هتندمي على كل المجهود اللي انتي عملتيه. وانتي بتختاري وانتي بتتفرجي مش هتحسي بالمجهود ده. اول ما تروحي البيت وتقعدي كده وترتاحي هتحسي بايدك اللي وجعاكي من كتر التدوير في الاستندات، ورجلك اللي خدتيها كعب داير من اول محطة جمال عبد الناصر لغاية شارع زكي السماك. فكل ده بيبقى مجهود عليكي، فطبعا بتبقي محتاجة انك مجهودك ده يتقدر، تجيبي حاجة فعلا هتلبسيها وتبقي مبسوطة. حتى لو جبتي حاجة للولاد تبقي مبسوطة ان انتي ملبساهم حاجة كويسة ما يكونش فيها حاجة ولا بقعة ولا اي حاجة، او تندمي انك جبتيها ولقيتي البقعة اللي في اللبس ما اتشالتش. خلي بالكم يا بنات من الحاجات دي، ما تجازفيش لانكم هتلاقوا قطع كتيرة هتقابلكم وانتوا بتدوروا. البناطيل الجينز دي كمان عجبتني بصراحة، كانت لقطة جدا، كان في ستايلات كتيرة شكلها حلو، وفي بناطيل ميلتون خطيرة. بصوا بنطلون زي ده والله كان شكله حلو جدا. والبناطيل الالوان الفاتحة دي طالعة موضة، شفت كم محل وكم موديلات براندات اطفال، وبصراحة طالعة موضة على تيشيرتات بيضاء، الابيض، التيشيرت الابيض والتيشيرتات الملونة والبناطيل الملونة والبناطيل الجينز. طبعا هي دي الحاجات اللي طالعة موضة. في فساتين كتيرة جدا بشوفها اللي هي بالدانتيل والمنفوشة، دي كمان موجودة في الوكالة وموجودة بأسعار عالية جدا، وكمان في المحلات بشوفها بأسعار غالية جدا جدا. بس الأنسب للولاد ان احنا نجيب لهم حاجة كده كاجوال يعرفوا يتحركوا بيها. بصوا بقى هنا كمان البناطيل الجينز دي كان شكلها خطير قوي، حلو قوي قوي. الجيب ده برضو كان يلبس كده 13 سنة، وكان واسعة وجميلة وشكلها حلو جدا. لو اتلبست على شميز ابيض يا سلام على الشياكة والاناقة. بصوا الليجن اللي هنا، البناطيل دي ب65 جنيه، بس في منها بصراحة كان حلو وفي منها لأ. تروحوا تشتروا. كنتوا سألني على بناطيل جينز ولادي وبناتي، انا وريت لكم انا واقفة فين عشان تعرفوا تروحوا، وكمان وريت لكم السعر. وزي ما قلت لكم يوم الحد بيبقى ارخص الايام في اللبس الاطفالي واللبس الحريمي والرجالي، فانتوا لو عايزين ارخص حاجة يوم الحد. افضل يوم تروحي فيه هو يوم الجمعة، وتروحي قبل الصلاة بدري جدا، هتلاقيهم فرشين وهتلاقي حاجات فعلا شكلها حلو. بصوا دي كمان سواريه كده كانت خطيرة، لو اتلبست بقى وعليها كده باطي من فوق شكله حلو. يا سلام على الشياكة والأناقة. يا رب تكون الجولة النهاردة في لبس الأطفال عجبتكم. ما تنسونيش اللايك واشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. باي باي.